لو لسه مكمل في حياتك بعقلية الميكروويف ومفكر إنك هتوصل لحاجة بتتمناها بالعقلية دي، فاسمح لي أقولك إنك غلطان في حق نفسك. طب يعني إيه عقلية الميكروويف دي الأول؟ يعني توقع نتائج فورية دلوقتي حالا، يعني عايز كل حاجة تجهز في ثواني، يعني تصور إن النجاح سهل وسريع زيه زي الوجبات السريعة. للأسف كتير مننا اتعود على زرار السكيب، سكيب لأي حاجة هتاخد وقت، ما بقيناش نتحمل الانتظار. ومش بس كده، احنا بقينا نحكم إن أي حاجة بتاخد وقت تبقى فاشلة. عايزين علاقات ناجحة بسرعة، عايزين حصاد بس من غير صبر ومجهود. بس الحقيقة إنه الحاجات القيمة والمهمة في الدنيا عمرها ما كانت سريعة. كم مرة تعرضت أنت شخصيا أو حد تعرفه لعملية خداع، جاله اتصال وقال له مبروك كسبت معانا وتعالى استلم هديتك، وصدقوا وفي الآخر كانت عملية نصب بحتة. طب ليه بنصدقهم؟ لأن احنا معتقدين من جوانا في فكرة النجاح السريع، الثراء السريع. ما تحاولش تخدع نفسك إن شخص رياضي مشهور أو أي شخص ناجح عموما ما قضاش ولسه بيقضي حياته كلها بيعمل تمارين رياضية صعبة أو ماشي على أنظمة صارمة لمدة كبيرة من الوقت علشان يوصل اللي هو فيه. في المقابل ممكن تلاقي ناس موهوبة وممكن أكتر ولكن ما وصلتش أبدا للنجاح ده لأنها ما عملتش نفس الجهد ولا التزمت بنفس القدر. الاستعجال بيتسمى أم الندامة. اوعد نفسك إنك هتتخلى عن توقعات إنك تكسب جايزة المليون جنيه، وإنه ما يبقاش شغلك الشاغل الحلول السريعة والسحرية. وفي النهاية لازم تبقى متأكد إن طريقك الوحيد للوصول اللي بتتمناه هو من خلال سلسلة متواصلة من الضوابط اليومية، واللي أحيانا هتبقى مملة ومش ممتعة. الضوابط والتصرفات دي بتتجمع مع بعض مع مرور الوقت علشان توصلك للي بتتمناه. الكلام اللي قلناه النهاردة من كتاب اسمه التأثير المركب. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.